اوعي يكون سنك عدى ال40 ولسه بتغسلي وشك بالميه بس وما بتستخدميش اي حاجه. تعالي اقول لك على اهميه انك تبقي بتستخدمي روتين عنايه بالبشره، خاصه لو بقينا في الميد ايدج او السن الوسطي اللي بيخلي دايما بشرتك نضره وعمرها صغير ويقلل الشيخوخه والتجاعيد. اول حاجه هي اهم حاجه، عشان اتعامل مع جلدي وبشرتي لازم يكون الجلد ده بيتنضف كويس جدا، يعني الميه بس مش كفايه، لازم استخدم غسول يكون مناسب لنوع بشرتي. تاني حاجه لازم استخدم سيرم يكون فيه فيتامين مهم لنوع بشرتي وسننا، فيتامين سي، نياسيناميد. لازم استخدم سيرم واستخدمه بطريقه مستديمه صبح وليل. ثالث نقطه من النقط المهمه جدا اللي ناس كتيره بتهملها، ان انا لازم استخدم ترطيب للبشره. المرطب ده من اهم الخطوات حتى لو مش هتستخدمي اي روتين من اللي انا قلته. والمرطب لازم يستخدم مرتين، مره الصبح ومره بالليل، ولازم يكون مناسب لنوع بشرتي سواء دهنيه او جافه او مختلط. ما ننساش بقى اهم خطوه، ان احنا خلاص بدأ جلدنا بيكبر وعايزين نحمي نفسنا من التجاعيد، يبقى لازم نستخدم ريتينول او ريتينال، وده من اهم الحاجات اللي بينصح بيها كل الدكاتره في كل العالم. لازم نستخدم ريتينول او ريتينال لمنع التجاعيد وتقليل شيخوخه الجلد، وده بيستخدم مره واحده بس ولازم تكون بالليل. ما تنسيش بقى اهم نقطه من اللي انا قلته كله، ان لازم احمي بشرتي من اشعه الشمس. مهما كنت بستخدم من روتين، لو اشعه الشمس بتعرض لها بصفه يوميه فده هيعجل جدا بالتجاعيد والشيخوخه. لازم استخدم صن بلوك كويس ومناسب لنوع بشرتي. اكتبي لي في الكومنت نوع بشرتك ايه وانا هكتب لك الروتين المناسب ليه.